وفي ارقام نص مليون، وفي ارقام من الحريات اثبتت ان مفيش اصلا حاجه اسمها شركه كذا لاستيراد الاجهزه الكهربائيه. استخدمت ايه يا فندم؟ استخدمت حيل، واحنا ممكن نقول حيل دراميه، حيل سينمائيه، بخصوص ان هي بدات تتعامل مع الاقربين المقربين من الاقارب بخصوص الاستلام من المبالغ الماليه، على سبيل ان هي بتتاجر وبتخش مع شركات وتديهم ربح شهري او ربح اسبوعي على ما قال بعض المجني عليهم. على خلاف ذلك ان هي النهارده دججت بالفكره وكانت معده لترك البلاد والسفر خارج البلاد، لكن بفضل الجهات الشرطيه تم ضبطها بناء على بلاغات عده، واللي موجودين قدامنا دول يعتبر ممثلين للمجني عليهم. ادي الموضوع باختصار وايجاز لسيادتك. اتفضل. يعني خلينا برضو نتكلم عن حالات الضحايا قبل ما نتكلم معاهم. اكيد انت عشت في وسط الضحايا. الضحايا اكيد حالتهم لا يرثى لها، الناس دي خسرت اموال كبيره جدا، حياتها اتدمرت، واكيد كل واحد فيهم كان هدفه ان هو يعني يدخل على حاجه تدخل له باب رزق، مش يتخرب بيته. احكي لنا اصعب الحالات قبل ما نبدا نتكلم. انا عندي حاله، الحاله دي المفترض ان هي قريبه المتهمه، اقنعتها ببيع مسكنها، بيع مسكنها، والمفروض ان السيده دي سيده ارمله بيعيش معاها ابنها، باعت المسكن. على خلاف ذلك ان هي اخذت فلوس المسكن واودعت نصف الفلوس بالكامل او نصفها للمتهمه، والمتهمه قالت لها انا مش هديكي ضمان، ده احنا قرايب. طب سابت الفلوس، وبعد ما سابت الفلوس ربحتها شهرين، والارباح دي المفترض من قيمه راس مالها، لكن مسيادتك مفيش اي نوع من انواع المتاجره اصلا. بعد ما سلمتها المبالغ الماليه فوجئنا ان مفيش فلوس، شهر بيجر شهر مفيش فلوس، مفيش سندات تكون موجوده مع المجني عليهم عشان تقول ان انا النهارده على سبيل الحصر يعني شيك او ايصال امانه او اي سند اشتغل بيه امام المحكمه لاثبات الحقوق. لكن هي دججت بفكره واحده، ان انا انصب على كامل المجني عليهم واستغل اموالهم في المشاريع الوهميه. دي اصعب حاله انا قابلتها، بخصوص ان هو باع مسكنها، بيع المسكن، وحاليا قاعده في مفروش وقاعده في ايجار. اتفضل يا فندم. الاموال اللي هي خدتها من الناس دي واستحلتها من دم الناس زي ما بنقول بالبلدي كده، استخدمت الاموال دي ازاي؟ الاموال دي بدات الفكره خالص بالنسبه لها ان هي تستلم مبلغ مالي هديك عليه ربح شهري او ربح اسبوعي علشان تتعايش بيه. طب الفايده متفاوته، طب الفايده بتزيد عن البنك، وفوائد البنك بارقام ممكن نقول ان هي ارقام ضخمه جدا. طيب بدات الناس تشتغل معاها، بدا ان كله يبقى فيه ثبوت للواقع. طب النصاب ايه فكرته؟ النصاب ازاي بيوضع الفكره؟ اول حاجه خالص يجي يقول لك هات مبلغ مالي واسلمك عليه فايده قد كده. طبعا من هنا يبدا في ثبوت للحقيقه والواقع ان انت راجل شغال بفلوس وفعلا بتتاجر، لكن في اصل الواقع ان انت دعايه كمجني عليك، انت كدعايه للنصاب. علشان كده تلاقي النصاب المجني عليه جاب اخوه، جاب زوجته، جاب ابن خالته، وبدا يحط فلوس مع المتهمه. دي الفكره اللي بدات في اساسها ان هي اتعاملت على المقربين. يعني انا عندي المقربين بالنسبه لها ناس اصحاب مصنع، والناس دي النهارده تم النصب عليهم في مبلغ مالي وقدره 6 مليون و500، 6 مليون و500 الف جنيه بالظبط. ده واحد، ده مجموعه مجموعه المفروض هم اشقاء. بدات الروايه بوالدتهم على اساسه بدات تنصب، واخد بال سيادتك؟ فطبعا احنا بنتكلم في روايه النهارده بقت مشهد سينمائي بيتكرر بشكل يومي. وانا برجو من الناس ان هي تبدا تخلي بالها من اموالها، ما اديش فلوس لاي حد، بحيث النهارده ان ممكن فلوس اللي انا بديها لاي حد ده هو مصدر غير موثوق فيه، مصدر غير موثوق فيه، ان انا النهارده اديله فلوس كده، واخد بالك؟ خلينا نقول يعني افضل سيناريو ممكن يكون للناس. هو انا عاوز سؤالي يكون ايه مطالبنا، ولكن بسال حضرتك كرجل قانون ايه البرنامج الافضل للناس اللي يرجع حقوق الناس دي؟ حقوق الناس دي ترجع ازاي؟ خليني اقول لك احنا بنتعاقب الاول على ماده ايه؟ احنا نازلين على ماده اتهام 336 من قانون العقوبات، والماده دي هي من اوهمت المشرع المصري لما جاء شرعها وقال لك المفترض هو صنع الايهام، صنع الايهام للمجني عليهم، ان انا النهارده استولى على اموالهم واخد فلوسهم واقول النهارده ان انا هدخلك في مشروع. يعني لو نحط على سبيل الحصر ان هم النهارده هيبقى في مواد اتهام موثقه للمتهمه وتعاقب عليها بالحبس. على خلاف ذلك ان بعد كده هيبقى في طبعا بالنسبه للدعوه المدنيه للحجز لو ليها اموال ولو ليها بيوت ولو ليها عقارات عليها وعلى ذويها
ده اللي احنا هنعمله الفتره الجايه. اعتقد ان احنا مطالبتنا ممكن تكون بسرعه هذه الاجراءات. بالظبط طبعا، ده اساسي. سرعه الاجراءات ده مهم. وانا خليني صريح معاك، النيابه العامه والجهات الشرطيه من اول يوم، من اول تلقي البلاغات، الشرطه